سؤال ربما ورد إلى أذهاننا منذ الصغر، حين يقال: إذا كان الله قد خلقنا وخلق العالم من حولنا، فمن خلق الله؟ من أين أتى؟ ما هي بدايته؟ أين يسكن؟ ماذا يفعل منذ قديم الأزل إلى اليوم؟ هل هو بالفعل إله طيب؟ لماذا لا يظهر أو يظهر نفسه للناس؟ ما هي هيئته؟ وقد تسأل من حولك هذه الأسئلة التي هي في الحقيقة نتاج عقل مفكر وباحث، ولكنك بالطبع مثل جميعنا لا تأخذ إجابة مقنعة، بل أحيانا تواجه بتعنيف أو يشعرونك أن مجرد التفكير في هذه الأسئلة هو بداية الكفر بالله، فيكون رد فعلك الأول هو أن تغلق على أسئلتك في أدراج عقلك، ولكن تبقى في قرارة نفسك شكوك تبحث عن يقين. إخوتي الكرام، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فكيف يكون مخلوقا؟ فهذا أمر محال ولا يقبله عقل أبدا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ ذلك لو أننا فرضنا جدلا أن هنالك خالقا لله تعالى، فسيقول السائل: من خلق خالق الخالق؟ ثم من خلق خالق خالق الخالق؟ وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا محال في العقول. أما أن المخلوقات تنتهي إلى خالق خلق كل شيء ولم يخلقه أحد، بل هو الخالق لما سواه، فإن هذا هو الموافق للعقل والمنطق، وهو الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الشرع والدين عندنا، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هذا السؤال: من أين مصدره وما هو علاجه والرد عليه. ففي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.